النهار الخامس مكملين في التحدي، غادي نشوفو شنو درنا في هاد النهار ونوليو نهضرو في التالي كما العادة. يلا تبع معايا. هاد النهار ما كانش فيه لي طاج بزاف، ما كانش فيه خدمة بزاف صراحة. خدمت تقريبا واحد 3 سوايع. بالنسبة لي طاش كما قلنا كل نهار كنشوف لي كونكيرون شنو دارو. خدمت شوية على التيم تاع السطور، مازال ما كملتو 100% صراحة، باقي فيه ما يدار. وتفرجت واحد البودكاست نتاع عبد الله في يوتيوب، هذا هو الفيشي اللي درناه على لي كونكيرون. دونك كيما قلت كل نهار كنشوف شحال من اشهار طالقين، والملاحظات نتاعي في داك النهار بزاف اللي ريدو. المهم كاين اللي وقف كاع، بحال هذا مثلا وقف، هذا وقف، هذا باقي طالق الاشعارات، هذا طالق بزاف الاشعارات. لاحظت شي حوايج جاوني في شكل خاصني نزيد نفهمهم أكتر. حاولت نقلب على دي ستور خرين اللي خدامين على نفس النيش اللي خدام عليه، سيت دي موكلي خرين جداد في اد ليبراري، ولكن ما طلعتليش شي حاجة عندها علاقة ب ديزاكسيسوار ديال الطوموبيلات. المهم حتى نشوف من بعد هاد السطور هذا لاحظت فيه واحد الملاحظة في شكل انا نحل معاكم نشوفو شنو كاين. لاحظت انه كيتيستي لي برودوي بزاف، زعما بزاف الانواع، وبحال هاد البرودوي هذا ما كانش كاين، يعني كان كاين إشعار وبدله، يعني بدلوه بهذا. دونك نفس الإشعار بحال بدل فيه غير الاد كوبي والمسائل. دونك هذا راه مطلوق من لو 15، ولكن في لو 15 كان برودوي اخر، وبزاف لي برودوي دار فيهم نفس القضية. دونك هاد البلان خاصني نحاول نفهمو من بعد. شكيت انه ستور اللي كيتيستي لي برودوي زعما جينيرال، والبرودوي اللي خدامين كيدير لهم ستور اخر مثلا براندي ولا باش ما يبقاش طالق كلشي في نفس الستور، ولكن مانيش متاكد من هادشي. بالنسبه للبودكاست فرجت فيه الساعه الاولى كانت زوينه فيها لا فالور. من بعد الساعه صراحه بدا يجيني شويه ممل. المهم بقات غير هضره هكا بيناتهم، ما كملتوش تقريبا، وصلت هنايا وقفت. ما عرفت صراحه في التالي واش كاين شي حاجه مفيده ولا لا. دونك حنا كنحاولو نديو الإفادة، كانت فيه صراحة استفادة مزيانة، وفهمت واحد البلان في التالي غادي نهضرو عليه إن شاء الله. غدا غادي نحاول نزيد نكمل شوية على السطور، نحاول نزيد نقادلو لي باج، مازال ما قديتلو لي باج كاملين، ونكملو التيم. المهم إن شاء الله هادشي اللي ناوي ندير. وبطبيعة الحال كيما ديما نديرو السويبين تاع لي كونكيغون، ولا لقينا شي وحدين اخرين غتكون مزيانة. بالنسبة لسي او دي دروب ضربت عليها تركيبة، شفت لي برودوي اللي كاينين تاعنا السعودية، كتشوف لي برودوي بالثمن تاعهم، وبيان سير تقد تشارشي عليهم في بلايص اخرين. انا كنعتقد زعما هاد لي برودوي تقد تخدم بهم يعني بلا ما تجيب ستوك، يعني دوموندي انك تخدم عليهم وصافي. دونك حتى تجيب مبيعات عاد يقطعولك الثمن تاع البرودوي. حاجة أخرى اللي لاحظتها هاد النهار هو أن الصراحة الموتيفاسيون لاحظت أنها ناقصة، ومازال عندي شي عراقيل. خاصني نولي للفورماسيون تاع البداية، نعاود نتفرج لهاد الفيديوهات هادو، نحاول نفهم مزيان، ونحاول ندير واحد الخطة حقيقية في هاد البلان هذا باش هكا نافونسيو إن شاء الله. كما شفت معايا هاد النهار ما كانش الخدمة بزاف، دونك نحاولوا نعوضوها غدا ان شاء الله. مازال غادي نزيدو نراقبوا المنافسين، غادي نشوفوا منافسين جداد حيت هادوك الاغلبيه وقفوا كما شفنا. نكملوا السطور تاعنا نقادوه بطريقه احترافيه باش يبان بروفيسيونيل اللي الناس يثيقوا فيه. وهنا نجيو للنقطة اللي قلت غادي نهضر عليها في التالي تاع الفيديو. في البودكاست قالوا واحد النقطة مهمة اللي هي الثقة تاع العميل والمعرفة ديالو. دونك اللي كنشوف انايا في المارشي المغربي، علاش الاي كوميرس ما خدامش مزيان، وعلاش الناس ما كيشريوش بزاف من الانترنت، سيرتو فاهمين شنو كاين. يعني مثلا عارفين ان هادوك الناس اللي خدامين الاي كوميرس كيشري برودوي ب50 درهم كيحطو يتباع ب200 درهم 300 درهم. دونك باين لا مارج، واخا ما عارفش فريمون داك البرودوي، ولكن عارف هكا خدامين. دونك ما كيبغيش شي واحد اللي يقول بو ولا اللي غير اللي عليه في الثمن، واخا نورمالمون التكلفة غتكون طالعة مثلا، ولكن ما كيبغيش هاد البلان هذا. وهاد الشي صراحة حتى من تجربتي الشخصية، ملي كيطلع لي شي اشهار واخا البرودوي عاجبني كتبقى تجيني هاد الفكرة راه نقد نلقاه بثمن قل. يعني العقلية المغربية كاملين كنفكروا بنفس الطريقة، تكون نقد نلقاه بقل. نقد مثلا عارف انه شاري غير ب50 درهم وغيبيعوا لي ب200 درهم ولا 300 درهم. كنقول انا فاهم في الاي كوميرس مثلا نقد نمشي نشريه من البلاصة اللي هما كيشريو منه. دونك كتبقى نفس الافكار، وهذا الشيء
حتى الوعي من يتزاد على الاي كوميرس بزاف دونك حتى السوق يصعب. هادشي اللي راه واقع عندنا هنا في المغرب. خاص تلقى شي سوليسيون، تقاد شي براند اللي ما كايناش ما دايراش. يعني مثلا انا لا صايبت شي برودوي ودرت له باكاجين ديالي بوحدي وما كاينش في السوق، يعني واخا يقلب عليه الكليان واخا يدير ليه يدير ما يلقاش، دونك ديك الساعه بسيف عليه غادي يجي يشري ليا. دونك هذا بطبيعه الحال النيفو اللي طالع. نوصلوا انه ان شاء الله في الاول غنبداو برودويات اللي ديجا كاينين، شويه بشويه نطلعوا ان شاء الله. النصيحه اللي غادي نعطيك اليوم هو حاول تلقى لي برودوي اللي فيهم واحد الفالور اجوت للكليان. يعني حاول تكون واحد الغولاسيون بينك وبين الكليان تاع وين وين انت رابح وحتى الكليان رابح. هكا غادي تبني سمعه مزيانه في المارشي، غادي تكسب الثقه ديال الكليان تاعك، وهكا يقدو هما يريكومونديو الستور ديالك او لا البرودوي ديالك للناس اخرين. دونك هكا غادي تكون رابح على المدى البعيد. ما تفكرش غير الربح الآن، لأن الربح الآن كيسالي وغادي تبقى تعاود كل مرة من الزيرو. دونك حاول تبني شي حاجة اللي على المدى البعيد مزيانة. دونك حنا في الأول بطبيعة الحال غادي نخدمو بدي برودوي اللي كاينين في المارشي أو اللي كاينين في مارشيات أخرين، يعني ممكن يوصل لهم كليان ولا ممكن يوصلوا لهم منافسين. ولكن مع الوقت شوية بشوية نفهمو المارشي مزيان، غادي نحطو برودويات ديالنا إن شاء الله، وهكا تكون خدمة نقية وتكون واحد القيمة مضافة زدناها للمارشي، زدناها لهاد العمل تاع الاي كوميرس.